طوبى للرحماء المساكين فن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسهم فيهم. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بكم أحباء قناة COC. أكمل معكم الوعد الذي جاء في أشعياء 19 مبارك شعبي مصر. كلمت المرة اللي فاتت على إنجيل هروب إلى مصر. مجيء المسيح لمصر ما كانش اضطرار، لو مضطر لبنان أقرب له وسوريا أقرب له والأردن أقرب، لا ده جاي هنا يأسس كنيستنا المصرية. هي أول كنيسة في العالم أسسها المسيح سنة 1 ميلادية. وصلنا لغاية جبل قسقام، دعوا البابا ساوفيلوس عشان يدشن كنيسة الدير. ظهرت له العذراء وقالت له تفاصيل رحلة في حاجة اسمها ميمر البابا ساوفيلوس، ابحثوا عنه وقروه. الميمر ده العذراء بنفسها ملته تملية للبابا، قالت له تفاصيل الرحلة، قالت له ما تدشنش المسبح ده، الحته دي ما تدشنهاش عشان انا نيمت ابني هنا 6 شهور 10 ايام. فده المسبح تقريبا الوحيد في العالم الذي لم يدشن بيد انسان. اكمل بقى معاكم مبارك شعب مصر. نبوه، زياره، كرازه، 3 كلمات. نبوه في اشعياء 19، زياره العياده المقدسه متى 2، كرازه ماري مرقس. حقيقه زي ما قال قداسه البابا تيودروس، قال كده، قال ايه؟ قال اذا كان العالم كله في يد الله، مصر في قلب الله. ايه رايكم ان مصر دي مش بس دي في ذهن الله؟ انا كده لما ببص على الخريطه بتاعت مصر اتخيل كده ان مصر دي كانت في ذهن الله وهو بيخلق الارض، هو بيعمل الارض كده، راح حاطط مصر في موقع رائع، حطها على ناصيه. مش كده دايما البيت اللي على الناصيه غالي، صح؟ الشقه اللي على ناصيتنا غالي. راح حاططنا على ناصيه. طلعوا بقى طلعوا الخريطه، شوفوا الناصيه بتاعنا. بلدنا تقريبا البلد الوحيده المربعه. بصوا على الخريطه كده، مربعه 1000 كيلو كده شرق غرب، 1000 كيلو شمال جنوب، مربعه لوحه. احنا كنا في قلب الله وهو بيخلق الارض، مش هو ما يجي يظهر مصر، ده هو لسه بيخلق الارض. عمل مربع كده لوحه، وضلعين على الميه وضلعين على على اليابسه. وفي وسط اللوحه دي راح حاطط لنا اروع واعظم واطول نهر في العالم واحلى ميه في العالم. اللي منكم سافر عارف كده، دوقوا اي ميه ميه مصر، ميه رائعه. لوحه على راي جمال حمدان كده، قال كده: مصر فلتة جغرافيه طبيعيه، مصر وطن ابوه التاريخ وامه الجغرافيا. جمال حمدان كان عاشق لمصر. فلتة جغرافيه طبيعيه، لوحه. احنا في ذهن ربنا، مش لما جه مصر، ده هو بيخلق الارض عمل لوحه. عايز كل واحد كده يطلع يقول لي انا مصري، صح؟ فرحان كده ببلده. مش بس فلتة في جغرافيا، فلتة في التاريخ بقى. تاريخ مصر ده تاريخ رائع. احنا في مصر هنا اول دوله في العالم. عارفين ايه دوله؟ يعني حكومه مركزيه، عشان النهر الجميل اللي في وسط ده مصر. الناس سكنت جنبه، فالناس سكنت جنبه، عايزين ينظموا الري، عايزين يتعاونوا عشان يواجهوا الفيضان. بقى في دولة مركزية، كل الناس قبائل عمالين يتناحروا، واحنا عندنا دولة. احنا عندنا أول دولة في العالم. مش بس كده، مصر هي اللي اخترعت الورق. تقول لي ايه يعني الورق؟ الورق يعني الحضارة. خلي بالكم، لأنه العالم التاني ما عندوش ورق، بيكتب على شقفة كلمتين. احنا عملنا الورق من البرد. بدأنا نعمل نسجل حضارتنا، بقى في تراكم حضاري، بدأنا نسبق كل الناس بأميال. احنا اللي علمنا العالم الطب والتحنيط والتشريح. احنا أول ناس عملنا تقويم. عارفين تقويم يعني ايه؟ يعني سنة وشهور وأيام وفصول، تقويم. احنا اللي علمنا الناس الكيمياء. مصر كان ليها 3 أسماء، بالعبري مصرايم، باللغة الهيروغليفية كيمي أو كيمت، باليوناني إيجيبتوس. 3 أسماء. كمل معاكم المرة الجاية بقى إزاي الكيمياء دي جاية من عندنا إحنا. ربنا يبارك فيكم ويبارك في بلدنا اللي ربنا بيحبها قوي، ويباركها بإيديه الاتنين. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.